اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال. طبعا النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده الاوضه زي الفل اهي. الاوضه دي كانت صعب صعب صعب، وبجد كان منظرها رهيب. بصوا بقى بمعجون السنان هعمل ايه في الاوضه دي. ماشي، خليكم معايا لنهايه الفيديو عشان تعرفوا انا عملت ايه بمعجون السنان. بصوا بقى الاوضه ديت امبارح بالليل توته وقعت على الركنه ازازه ميريندا. ال- الخدة ديت شربت منها، والأرضية بتاعت الركنة شربت منها. المهم بصراحة قمت من النوم، قعدنا كده نحروس مع توتة شوية، وبعدين قلت طب والله القايمة شايلاها. منظر الحيطان وحش من تلطيش ايد الأنسة توتة. ماشي، وبرضو القلم بتيجي من الحضانة برضو ما بتعتقناش من القلم اللي بيبقى في ايديها ده. المهم قلت لا، لازم الأوضة دي بقى ايه ما تتروقش ترويق عادي، هنشيلها وننكتها كده. بصراحة خدت مني وقت كتير. ماشي، عشان كده انا مخليه الفيديو ايه، هو الاوضه بس، يعني انا خدت لي فيها كده كده كام ساعه يعني. المهم انا لميت الفرش ده بصراحه، وعلى اساس ان الكاميرا شغاله، والكاميرا ما طلعتش شغاله ولا حاجه. المهم خدت الشيلت اللي اتدلق عليها المريندا وحطيتها في الغساله. ماشي، عشان هما فايبر بيتحطوا في الغساله عادي يعني مفيش اي مشكله. ولميت الفرش بتاع الركنه كله وفرش السرير، وقومته في المطبخ كده فوق بعضه، وقلت ايه هاخدهم كده دورتين ورا بعض. تمام، شغلت اهوت على الشيلت، ونروح بقى نشوف الأوضة دي هنعمل فيها ايه. طبعا عايزة ايه، عايزة اشيل بقى كل حاجة. بصوا انتوا والله لو تاخدوا بالكم الأوضة كلها تراب، على قشر برتقان، على بصوا كركبة كركبة بجد. والسجادة الملعونة اللي انا واقفة عليها دي حاسة ان هي لما تراب الشارع كله. ماشي، مهما بصراحة عشان بكنسها مش بعملها بالمكنسة. ففيها تراب، فيها تراب كتير. المهم شلت الستارة. ماشي، وقلت انفض اللقطة حلوة دي. جبت الفوطة بالستارة اهو. بصوا مسكت بقى الشباك، بصراحة التكييف والشباك عليهم كمية تراب ملوش حل. بصراحة الشبابيك دي يعني ربنا كرمني ان هي مش ازاز ابيض بأمانة، لان انا الشارع عندي عبارة عن تراب. انتوا مش متخيلين الأوضة دي والله العظيم لو قعدت يومين ثلاثة بس مش ما تتفتحش. الشباك كده كده ما بيتفتحش، بس بتقولوا بيدخل تراب منين انا مش عارفة. يعني اوريكم دلوقتي كده التلفزيون او الشاشة بمعنى اصح، هتشوفوا عليها كمية تراب. هتقولوا لي انت فين، اقول لكم مشغوله والله عندي حاجات تاني كتير. بس بامانه الاوضه دي بجد بجد ما ترضيش ربنا، يعني ترضيش حد بصراحه. المهم زي ما انتم شايفين بقى كده ايه، همسكها همرشها. الم الاول الكناسه اللي تحت رجلي دي. ماشي، تراب بقى على قشر برتقان على كل ده لازم اشيله الاول، وبعد كده اشوف هعمل ايه في الاوضه. طبعا انا اشيل بقى ايه كله بس ما عدا السرير بصراحه، لان السرير انا رص حاجات كتير قوي صيفي تحتيه، فما عنديش استعداد ان انا اشيلهم واطلعهم بصراحه. انا اطلع الركنه، نظبط بقى الدنيا زي ما انتوا شفتوها كده. هنشوف بس هنعمل ايه في الحيطان اللي ما يعلم بها الا ربنا دي. الشقه طبعا صاحبتها الله يمسيها بالخير طبعا عاملاها كلها الوان فاتحه زي ما انتوا شايفين. انا بحب البيجات مش هقول لكم لا، بس اللون ده يعني هو صعب عليا شويه، مش من الدرجات اللي انا بحبها. بس بصوا التلطيش بيبان فيه. بصوا لو ايدك بس كده بتطبع فيها، فعلى طول عايزه تلميع. ماشي، فانا بصراحه انا حطيت ميه، ومش ميه وصابون بس، ما حطيتش كلور عشان ما يغيرليش لون الحيطان. تمام، وقلت المع بقى الجنب ده كده. هو ده الحمد لله يعني مفيهوش الا بصمات ايدين بس، يعني عارفين اللي هو ايدين الانسه دوته بس مش اكتر. احاول اظبط الدنيا كده. هو بصراحه الجو ابتدى يسقع، وهو مش وقته خالص بامانه، لان احنا خلاص ابتدى الجو يسقع. يعني انا المفروض ان انا فارمه الدنيا دي قبل كده، بس الاوضه دي بامانه اكل وشرب ونوم. بصوا كل حاجه قعدتنا فيها انا والانسه توته طبعا. العم خالد ما بينامش في الاوضه دي، فانا وتوته مبهدلينها بجد يعني. عارفين ان احنا بنحاول نختصر بعيد عن الشقه كلها، فهتلاقوا البهدله كلها في الاوضه هنا. بس الحركه اللي عملتها امبارح دي اللي خلتني بصراحه ايه، قلت لا لازم اشيل الدنيا. وبامانه لما شلت بجد اتاكدت فعلا ان كان الاوضه دي لازم تتنضف تنظيفه عميقه بجد.
طبعا انا خدت اللي هيتغسل، الشلته اللي الصغنونه ديت او الخداديه الصغنونه دي ما خدتش كيسها، لان طلعت ان انا حاشياها سفنجه على الفاضي، ملهاش كسوه من جوه. فقلت مش وقت، اخليها على جنب دلوقتي وابقى افكها في وقت تاني واغسلها. لكن بصراحه انا كان اهم حاجه عندي هنا الحيطان. بجد بجد الدنيا متدمره، على قد كده الاضاءه مش مبينه، بجد ان الحيطان شكلها كان بجد صعب. الحمد لله الجنب اللي هناك ده نضيف بسرعه، يعني مش محتاج شغل. هنا بقى طبعا الغساله شغاله على الشيلت لسه. بصوا بقى المشكله كلها في الجنب ده. ليه الجنب ده عليه الركنه وعليه قعدتنا عليها، فتوته مش بتبطل تنطيط، وانا عماله ارمي بلايا على توته في كل حاجه، بس الحقيقه هي والله اللي بتعمل كده. المهم بصوا اهي شايفين اهلت هناك فبجد بجد يعني ايه، الحيطه دي بجد ما كانتش نظيفه، او ما زالت مش نظيفه. اوريكم دلوقتي اعمل فيها. بصوا تحسوا ان دي المونيا. بصوا بقى معجون السنان وجماله بقى. بصوا يا جماعه معجون السنان ده يمكن احسن اختراع يعني يخطر في دماغكم. بصوا بقى حاجه في المطبخ مصديه وبايظه ومحروقه، اعملي بمعجون السنان. بقع في الحيطه وعلى شرط ما بتغيرش لون البوهيه، يعني لون الحيطان ما بتتغيرش، مش زي الكلور. الكلور لو عملتيه بيغير لون البوهيه نفسها، بيخليها يعني تبهت. لكن معجون السنان لا، وبصراحه ما خلاش اثر للي انتوا شفتوه ده، وخلى الحيطه قشطه. بصوا بجد بجد الحيطه بقت زي الفل، الاوضه هي بقت رجعت زي ما كانت. تمام. وكده بقى ايه، كده خلاص انا هعتبر ايه خلصت الحيطان. هبدا بقى في ايه، في المكتبه ديت والشاشه، برضو عليهم تراب كتير قوي، وانا بصراحه من نفسي اعرف التراب بيخش ازاي والازاز مقفول. توته بتقول لكم هاي انا هنا اهو. انتوا مش متخيلين عماله تعمل ايه كل شويه معايا. بتروح تجيب لي الورد بتاع هو اسمه ورد ولا اسمه ايه، بتاع البرتقان، اللي حته الورده الزرع اللي في الورد في البرتقان ده الاخضر ده. تجيبه وتروح قاعده لي على ركابها وخد اتفضلي يا ماما، وتروح بايسالي ومطلعه كل شويه تعمل معايا الحركه دي. قال بتقدم لي ورده يعني. طبعا كده ايه ظبطنا الدنيا اهو، الاوضه بقت قشطه يا ساتر. واقول لكم على حاجه، التنظيف اللي من على الوش ده بصراحه ملوش اي تلاتة لازمه. طبعا بعمل السرير لان الريشه اللي عندي، كان عندي بتاع ديت اسمها ايه، كان عندي ريشه والانسه توته فكرتها وزه يعني، لعبت بيها الكوره. انا كنت قاعده على الماسوره ولا ايه. آه طبعا دي الادويه، بنقي الشرايط الفاضيه عشان ارميها. برشام صداع على برشام مغص على مسكن على، كلها مسكنات مسكنات واليومين دول الدور البرد اللي جاي دوت مش مخلينا بصراحه مش عارفين نرسي على حال. خلصنا من الكورونا والله، ده الدور ده اسخن من الكورونا بجد. بصوا بقى، مش بيقول لكم الشطره بتغزل لا مؤاخذه يعني، مش هقول بيت المثل. بصوا دي ستارت البانيو لو تفتكروا. ماشي، هنا في الشقه دي مفيش بانيو، مفيش قصدي مكان لستارت البانيو. فانا بصراحه قلت طب ما بدل ما محطها في الدولاب، طب ما انا اغير فيها مع بدل الستاره التانية، اشيل دي واحط دي. وركبتها في الماسوره من غير اي حاجه كده، وزي ما انتم شايفين طلع شكلها حلو اهي. قولوا لي رايكم ايه في الستاره دي محدش يتريق عليا يقول لي عملت ستاره الحمام ستاره اوضه. اي حاجه بتنفع وخلاص، بدل الحاجه شكلها حلو مفيش مشكله، ما تضرش. ايوه ايوه، بصوا بصوا، شايفين بتساعدني، شايفين المساعده الجميله دي. طبعا كالعاده انا مش بعرف افرش الملايه قدام الكاميرا. الاوضه بقت زي الفل اهو. نروح بقى على الشلت. بصوا بقى الغساله يعني بسم الله ما شاء الله بتعصر جامد جامد يعني، بتخلي الحاجه منديه. فيا دوب بس تهويه كده، قعدت لي يمكن ساعتين ثلاثه كده عقبال ما تهوى. وشغلت بقى على ايه، على التانيين. بصراحه الحطه اللي قدامكم ديت اللي هي بتاعت الشلت دي، الكسوه يعني نفسها، انا بجد بجد يعني مش هقول لكم بقى، انا ركبتها وهي لسه طالعه من الغساله، ما نشرتهاش بمعنى صح، مش محتاجه تتنشر. يعني بصراحه بص اهيت ما فيهاش اي حاجه ومش مبلوله. قلت طب عشان اخلص بامانه اهو.
نركب الكسوة دي كده. بقى عندي ايه بقى؟ عندي لسه الأوضة التانية عايزة اغير برضو الفرش بتاعها، بس الأوضة التانية يعني ما فيهاش يعني ما بنستعملهاش بمعنى صح، الا نغير هدومنا، نشيل هدوم، نحط هدوم، ألم الغسيل واحطه على السرير وبعد كده نبقى نطبقه، نكوم الهدوم من غير تطبيق نكوم الهدوم من غير تطبيق، وبعد كده لما يسهلها ربنا نطبق كده يعني. فما فيهاش يعني ايه، مش عايزه التنظيفه اللي الجامده زي دي، لكن دي بامانه كانت مزبله بجد بجد. اول مره ازعل من نفسي ان انا وصلت الاوضه للمنظر ده بجد. بصراحه ايام ما كانت هنا كانت منوره لي، والله كانت منوره لي الدنيا وكانت مونساني. مش عارفه هقول ايه، بس ان شاء الله هانت وان شاء الله تيجي تولد عندي وتونسني تاني برضه. اهو الفيديو الجاي في كده شغل تاني خالص. كان حد كده عزيز عليا طلب مني حاجه وعملتها له، فعايزاكم ان شاء الله تشوفوا بقى الفيديو اللي جاي هيعجبكم قوي. اهو انتوا عارفين الركنه دي حلوه وكل حاجه، بس عيبها بس ايوه الحته اللي بقعد ازق فيها المرتبه دي بجد بتنرفزني. طبعا في حاجات هنا ما اتغسلتش عشان ما حدش يقول لي في حاجه فيها بقع، في حاجات ما اتغسلتش. انا ما غسلتش الشيلت كلها، انا غسلت على قد لان يبقى كتير قوي عليا الغسيل في الغساله، يبقى كتير قوي على الغساله بجد، وعشان اخلصه في يوم واحد مش هينفع. فبصراحه انا خدت بس اللي اتدلق عليه الميريندا دوت، ميريندا ولا فانتا مش عارفه، المهم ان هي برتقال وخلاص. بس بجد لما تنضفي الحاجه تنظيفه حلو، تنظيفه بجد بتحسي براحه يعني. سيبكم من التنظيف اللي على الوش ده، هو بصراحه بنتغصب له، بس بجد لما تنضفي الحاجه بجد تنظيفه حلوه تحسي براحه نفسيه. يعني بجد انا مبسوطه قوي من الحيطان ان رجعت زي ما كانت، بالذات الاوضه دي. يعني انا عندي بقيه الشقه الحمد لله نظيف، مش ما فيهوش حاجه، بس احنا كلنا بنقعد هنا كتير، او قعدتنا بمعنى اصح هنا، فهتلاقوا الهلكه كلها في الاوضه دي. بقول لكم ايه، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. معلش يا جماعه، انا قناتي انا قعدت 6 شهور، يمكن انا قلت الكلام ده كذا مره في الفيديو. آه انا قعدت 6 شهور ما نزلتش حاجه على القناه، فقناتي يعني مش هقول لكم وقعت لما فيش، دي وقعت للصفر. فتشجيعا منكم كده بقى شيروا لي فيديو، اعملوا لي لايك، ابعتوا لي كومنت كده عشان القناه ترجع تشتغل. امال فين حبايبي كده اللي بيساعدوني كده ويبعتوا لي كومنتات تشجيعيه كده؟ ما تنسونيش بقى. عايزه كده ان شاء الله من هنا لغايه ال 15 يوم اللي باقيين في السنه دولت، يعني احاول ان انا التزم ان انا انزل فيديو كل يوم باذن الله. فادعوا لي ربنا يقويني بس كده ايه، والتزم عشان القناه ترجع تشتغل زي الاول. وهقول لكم ايه بس، ادعوا لي ربنا يقويني. اهو ده بقت قشطه اهو، شايفين خليتها قشطه. معجون السنان عمل فايده اهوت متنسوش بقى تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. معجون السنان تاني اهو، ما تنسيش يا شطوره تغسلي بالحيطان بمعجون السنان.